صبري مغروم بخنق الأفعى. صبري في حياته العادية إنسان عاقل، أما كيف يتسكر عليه باب البيت دقة قلبه تزيد، بدنه يتكبس ويبدأ يحل بالعشرة فيديوهات، وبعد ما يكمل يفرغ صغيراته يحس بالذنب ويحلف اللي هذه آخر مرة في الساعة هذه برك. هذا لقمان ما يشوف المعلم متاعه كان كيف يدخل للتواليت وما يستعمله كان على المجيرة في الحلال بيان سور. لقمان حتى كيف يبدا سنجل ما يمارسش العادة، مش على خاطره ما عندوش الرغبة، أما على خاطره يعرف اللي هذاك فخ مجعول باش يستعبدوا مدى الحياة. شباب نعرف الموضوع متاع الفيديو هذا غريب شوي، دونك بالله هذا ميساج لأي واحد من عائلتي ولا أي واحد يعرفني أو فاس، بالله يخرج منه الفيديو هذا باش نظرتك عليا ما تتبدلش، والبنات الكل زاد بصفة عامة اخرجوا من الفيديو باش حظوظي معكم ما تموتش. باهي تو قيت باش نفتح لكم روحي، وكما قلت البنات اخرجوا على لا لحظة نجيب لكم حاجة تخوفكم. هيا ماسطة الفازة الحسيلو، بما اني كما حكيت لكم في الفيديوهات السابقه الكل كنت جيمر وعديت مراهقتي الكل في الدار وزيد من الدبريسيون كل شيء، كنت مدمن على الخرطه بيان سور معها الاباحيه على خاطرهم زوز مربوطين ببعضهم، وراني بالرسمي كنت مدمن بصفه غير عاديه، خاصه وقت اللي نعدي نهار كامل في الدار ممكن نعدي 60 ولا 70% اباحيه 30% فيديو جيمز معاهم ضربه سيريات ولا افلام، ما غير عاد ما نحكيو في الليدي تاك كيفاش نحل بال20 فيديو ونحفظ اسامي الممثلات. بالرسمي مخي كان خامج على الاخر، ولا غالب حياتي كنت تافه، هذاك علاش كنت نعمل في الحاجه ذيك برشا، كنت سكر على روحي نعمل الحاجه ذيك، من بعد يعيطوا لي الدار نمشي نفطر ولا ناكل معاهم ونبدا قاعد معاهم نحس في روحي حاشاكم كيما الخريه، تبدا ريحتي منتنه وندعي باش ما يشلقوش، ساعات يبدا عندي بلايص في حوايجي ونبدا قالق واللي يكلمني نكش عليه. ممكن توا فما شكون فيكم تقلق في اسمع لي ديتاي ذوما، على خاطر مشكل لي ديتاي ذوما يحكي عليهم حتى حد، وهذوما هم اللي بالرسمي يرسخوا فيك العاده هذه. نتفكر زاد مره الوالد شلق بيا وقتها انا ركش على البي سي، في بالي الوالد ماهوش في الدار خرج يجيب في الخبز، وحطيت الفيديو نتاع هذيك لانا وجبت فهمت بديت نسخن في المعون ويعمل هكا ويدخل علي الوالد. ربي وقتها عندي ريفلكس وكل شيء، ربطت ورجلت حوايجي فيسع، اما نسيت الفيديو محلول، دونك كيف مشيت عملت تفكات وسكرت الفناتر فيسع، اما وقتها شلق بيا، اما تلف عمل روحه مش لقش، نهارتها تبدل معايا شوي وانا بيدي نهارتها حاجه من الاخر وحسيت روحي من اهل قريش. الحاجه الاخرى الاولاد الجري اللي تشوفوا فيه هذاك تبع متاع ناموس ماهوش بريزرفاتيف، البريزرفاتيف من هنا. الحاجه الاخرى الاولاد هو اني كنت مكحوت برشا، مش مكحوت من الزاويه متاع الماسكولينيتي اللي تحسني رجل كهف هكا ونحب نعرس، اما مكحوت من الزاويه متاع صبري فلك اللي يبدا ضعيف هكا سكيني على الاخر ويرعش بكله وديما يخمم في حاجات شيطانيه على الاخر على ناسي، حتى تشوف بنيه ولا مراه تبدا عاديه معناها ماهيش مثيره ولا حاجه تجيلي افكار خبيثه على الاخر، وراه مانيش فرحان باش نقولوا الشيء هذا، اما جيت نتفكر في روحي قديه كنت انسان مقرف. توا بالطبيعه راني بطلت العاده هذه، توا بعد ما فضحت لك روحي يعني باش نقول لك علاش يلزمك تبطلها، مانيش باش نحكي لك على الجانب الديني هي حرام ونتصورك تعرف اللي هي حرام، وانا اولا لهنا مانيش باش نجي نقول لك حاجات انت ديجا تعرفها، وثانيا كان جينا نستعرفوا بالحرام برشا راه لا فما لا سرقه لا قمار لا شراب لا اغتصاب لا زنا لا حتى شيء، رانا عايشين الحياه المثاليه. الحسيله علاش يلزمك تبطلها؟ اول حاجه الذنب، الحاجه هذه اول ما بديت نمارس في العاده كنت نحس بها الحقيقه، اما بعد وقت اللي كثرت منها على الاخر ضميري مات الحقيقه، وزيد وقتها جيت بريود ما نكذبش عليكم بعدت على الدين وعلى ربي ان شاء الله ربي يهديني، وممكن هذا سبب من الاسباب الاخرى اللي خلتني ما نحسش بالذنب، اما نتصورك تعرف انك وقت اللي تعمل حاجه هذه باش تحس بالذنب سواء من الجانب الديني ولا على خاطرك تعرف اللي هي حاجه غلطه ومقرفه. المشكله هنا مش في الذنب، اما كيفاش الذنب هذاك باش يتعدى لك الجوانب الاخرى نتاع حياتك. مثلا كنت تخرج توا للشارع تتمشى شوي تو تلاحظ اللي اغلبيه الشباب اللي في عمرنا واللي اصغر منا تحسوا ما يعملش برشا اي كونتاكت، وسبب الظاهر لهنا هو انه شباب ضعيف يقدر الواحد يوحل معاه ولا حاجه، اما السبب السمي باطني هو عنده سوشيال انكزايتي اللي سببتها العاده هذه، يعني رهاب اجتماعي كما نعرفوا من الصفات نتاع الرهاب الاجتماعي هو انه الانسان ما عادش ينجم يعمل تواصل بصري مع الناس الاخرى، والسبب نتاع الرهاب الاجتماعي هذا هو الاحساس بالذنب اللي يترتب على العاده. مقوالي الحاسيل في الفلسفه كما قلنا كنت ركز شويه مع الناس خاصه اللي في عمرك واللي اصغر منك تو تلاحظها الحاجه هذه، ممكن زاد تلاحظها حتى في روحك ما تحسش روحك انتيميديتد ولا مهدد شويه هك بالناس اللي تتعدى بجنبك واللي تخسر لك في عينيك وقت اللي اغلبيتها جيست تحب تقول لك السلام، اما سوشيال انكزايتي اللي ركبت لك في جره العاده هذه خلتك يمشي في بالك اللي هما عدائيين. نعمل شربه ماء ان شاء الله الدبوزه مش تبع المقاطعه وكهو، حتى كان تابعه معبيها من السباله راني. الحاجه الاخرى هي نظرتك للبنات، اول حاجه باش تولي تعبد في البنات بصفه غير عاديه، مش معناها باش تولي تهبط لهم وتعمل هكا، اما كل ما تتعدى بنيه مزيانه شوي باش تحسها كيما استغفر الله الهه، حتى كنت تعرفك في السوشيال ميديا باش تبدا تشكر وتمجد فيها في مخك وتحسها كالحاجه البارفي هك وتقول اوه محلاها ملا زب اللغه ذيك الكل، والشيء هذا مترتب على فرجتك في الاباحيه، على خاطر في الفيديوهات ما تشوف كان الزاويه المثاليه للبنيه كلهم محجمين ومرجلين امورهم ومزينين
والتفكير هذاك باش يولي اوتوماتيكي ويتعدلك ديريكتومون لنظرتك على البنات اللي يعرضوك في حياتك الواقعيه. ممكن تو في مخك تقول لا فاش يخرف هذا وراني ما نشوفهمش مثاليين، اما راهو التفكير هذاك ولا في اللاوعي نتاعك وماكش فايق بيه. وكيفاش تفيق بيه؟ مع تصرفاتك مع البنات. اولا باش تحس روحك وليت غريب مع البنات، كيف ساعات ما تنجمش تخزر لهم في عينيهم. تشوف واحده مزيانه تعجبك ما تمشيش تحكي معاها، تروح للدار وتمشي تلوج على فيديو نتاع واحده تشبه لها، ولا كيف باش تفانتازم عليها الحسيل. المهم ماكش باش تمشي تحكي معاها على خاطرك حطيتها الفوق وانت تشوف في روحك لوطا على الاخر بسبب القرف اللي تعمل فيه. بالنسبه لنظرتك للبنات زاد راك باش تتصدم في اول علاقه جنسيه تعملها. وعندي قصه على الحكايه هذه ما نحبش نحكيها لكم تو، على خاطر راهو الشيء اللي تشوف فيه في الفيديوهات بالرسمي ماهوش كيما الواقع جمله. باش نلمح لك شوي، اولا البنات اللي تشوف فيها غادي راك مستحيل تلقاها في الواقع، كانش تبدا كرزه وعايش في دبي ولا في ميامي ولا وين. ثانيا حتى الزاويه اللي تتفرج منها مش كيما الزاويه كيف تبدا تعمل في لا علينا. دونك بالنسبه للاضرار الصحيه تاح لك في التستوستيرون، نعرف فما برشا متخلفين قراو اول باج في جوجل باش يجيو يقولوا لي لا بالعكس راه الماسترباسيون طلع لك في التستو. لا غلط، صحيح التستو يطلع ومن بعد يهبط تحت البيس لاين، يعني ريت في العاده التستو نتاعك يبدا ماشي في الخط هذا، ريت وقت اللي تورغازمي صحيح باش يطلع، من بعد باش يهبط تحت الخط هذاك ويولي يمشي غادي. فرد وقت باش يطلع لك هرمون اسمه البرولاكتين، والهرمون هذا يعاون البنات باش يخرجوا الحليب مصدرهم. دونك مبروك عليك باش تولي ترضع. المشكله الصحيه الاخرى هي الطاقه نتاعك. والله يا برو ما عندكش حتى فكره، ريت كان تحبس جمعتين ولا 3 جمعات تو تشوف الانرجي اللي تجي عندنا. زاد ضعف الانتصاب والديسنسيتايزيشن، تولي ما عادش تحس برشا على خاطر استانست بيديك الحرشه مش كيما العظم تاع البنات الى اخره. فما برشا مضار اخرين تنجم تمشي تقرا عليهم في الجوجل، ولا فما كتاب اسمه يور برين اون بور تنجم تمشي تقراه. الحاجه الاخرى هي الامل في الحياه. تفز تعمل واحد، تاكل ترقد تلعب، تعمل واحد تكحل شويه تهبط القهوه تروح تعمل واحد، ماهيش حياه راهي هذه. وسبب هذا الكل خاطر العاده طيح لك في هرمون تستو، ما عادش عندك كالدرايف ولا كالشعله من داخل اللي تخليك تجري ورا حاجات تستحق انك تجري وراها، يعني اهداف. واهم حاجه واكثر حاجه الناس ماهيش تحكي عليها ولا يمكن يقولوا لك حرام واللغه ذيك الكل، هي الوقت الضايع. قديه من وقت تضيع يا برو كل جمعه عليها؟ خلينا نفرضوا كانك تعملها 3 ايام بركه في الجمعه اللي هي حاجه مينيموم على الاخر، كل يوم نص ساعه برك، يعني ساعه ونص وقت ضايع كل جمعه، يعني 6 سوايع كاملين ضيعهم في الشهر. نعرف هذا الكلام تاع تنميه بشريه نتاع واحد لابس كوستيم وعامل فورماسيون، اما في بالك 6 سوايع هذوكم نجم تتعلم فيهم الاساسيات نتاع سكيل معينه، سكيل تنجم تدخلك فلوس في المستقبل. 6 سوايع تنجم تعمل فيهم بورتفوليو اونلاين وتبدا تجيب في كليونات للسيرفيس نتاعك. 6 سوايع كنت تنجم تخدم فيهم بدنك، طلع الاكتاف نتاعك والابدو والزدر والظهر. ملا انت اخترت تبقى في بيتك تسكر على روحك تتفرج في القرف هذاك وريحتك تبدا منتنه بك الحكايه. عم بالك امك مش تلقى بيك وقت اللي تبدا تغسلك في حوايجك وتشوف البقايع في دبشك ولا تشم في الريحه؟ كيفاش باش يخزروا لك بالله والديك؟ هل ترضى انه ولدك يتفرج في الحاجه ذيك نهار اخر، خاصه بعد ما تمشي تقرا الاضرار نتاعها؟ نتصورك تعرف الاجابه. وانا الفيديو هذا عملته توعوي اكثر من اني نجيب لك حل ونبيع لك حلمه معينه، على خاطر انا نتصور حاليا انك ما تنجمش تحبسها. هل انه بوسيبل تبطل الحاجه ذيك كومبليتمون؟ بيان سور اي، اما انا تو حتى روحي في بلاصتك وبدينا في اول ستاج، وانه برشا عباد ما في بالهمش اللي الحاجه ذيك هي مضره، وحبيت نفيقهم باش في الفيديوهات الجايين ناخذوا ستيبس معينين. اما ما تخافش مانيش باش نخليك هكاك، بل كل شيء كيفاش تعرف روحك مدمن. واي راهو هذا ادمان ماهوش عاده. خمم في العادات اللي تعمل فيهم الكل في حياتك، واعطيني عاده واحده عندها صفات كيما العاده هذه قبل ما تعملها تبدا متردد وحاير وما تحبش تعملها. وقت اللي تبدا تعمل فيها تبدا حاسس بالذنب وتحب تقص في اقرب وقت، وبعد ما تكملها تندم وتكره روحك. وهذه صفات نتاع عاده ولا ادمان. الحاجه الاخرى حاول تحبسها، حاول تحبس عليها كومبليتمون جمعتين، يعني المعلم ما تخسر له كان كيف تدخل التواليت كيما لقمين بالضبط. كان ما نجمت الجمعتين كاملين ما تعملهاش جيم لا راك مدمن زاد. تو كيما قلنا في الفيديو هذا مانيش باش نعطيك كيفاش تبطلها كومبليتمون، اما باش نعطيك كيفاش تنقص منها لو ماكسيموم حاليا. واول خطوه يلزمك تنظف مخك. شنو معناه؟ اولا حاجه ظاهره، يعني ما تستنيش باش نقول لك ما تتفرج في الاباحيه. ثانيا نقص من التكحيل وغض البصر اللي الرغبه ذيك تنقص لك. نظف السوشيال ميديا نتاعك، خاطر نتصور تو الاكسبلور نتاعك في الانستغرام كلها ترم وملاهت. كنت تشوف الحاجات هذيك يوميا يا رب باش يصير لك غسيل دماغ وماكش باش تنجم تبطل. نوريك الاكسبلور نتاعي، تفرج ريت نظافه ريت هاو باش نزيد نهض يمشي عاد بون الكونيكسيون لحظه تفرج هاو باش نعمل قدامكم باش ما تقولي شي كذب علي. كله موتيفاسيون وجو باهي بالله. حطوا لي ابوني على انستغرام ثانك يو. كيف في الفيسبوك حاول تنظف ولا ما تدخلوش الجمله بالله. فما شكون مازال يستعمل فيسبوك؟ نقص من الحديث الزايد مع البنات اللي ما يستاهلوش. وفما نصايح اخرى ما نحبش نعطيها لك على خاطر كانك تعمل فيها قدكش انسان معفن. هو كانك تتفرج مثلا في البنات على التويتش برجوليه مخي بحياتك وراه ما فيكش امل. بون مادامك تتفرج في الشين هذه فيك شويه امل، اما بالله عايش خويا نحي الحاجات هذيك. الخطوه الثانيه واللي هي مهمه جدا، ما عادش تربط الانتصاب بالخارطه. يعني بلغه اخرى وقت اللي توقف مش باللازم تمشي تمارس العاده، راهم ماهمش مربوطين ببعضهم. توقيف راهو جيست الدم يسيركيلي في البلاصه ذيك على خاطرك شفت حاجه معينه، مثلا شفت بنيه قطوس متعديه في الشارع ولا عرضتك تصويره ولا تخيلت سيناريو في مخك. اما كوميم راهو ما عندهمش علاقه ببعضهم.
وحاول تفصل ما بيناتهم. ومثلا كان تبدا ترينا في الصال وتبدا تخدم في ظهرك بالبار، البار بالرو ولا شو اسمه، هاو الهامسترينج ولا الاسكيو نتاعك باش تبامبي شوي، يعني باش يسيركلي فيها الدم. هل انك باش تطيش البار وتمشي ديريكت وما تخدم جون؟ اكيد لا، باش تكمل الظهر وتروح على روحك كيف كيف، مش على خاطر الدم سيركيلا في البلاصه هذيك انا لازمك تمسها وتلعب به. النصيحه الثالثه واللي هي مهمه زاده، نصيح الكل مهمين اليوم، نفسيتك تعب تحسني عطيتها لك في وجهك ديريكت. ممكن تو تعيش في اتعس اوقات في حياتك وما في بالكش، وعندك برشا امور تخمم فيها ويمكن مدبرم، وباش تجيك برشا افكار نيجاتيف في مخك، وممكن مواقف صارت لك وانت متقلق منها وباش تحب تسكتها. الاصوات هذيك كيفاش باش تسكتها؟ بهالعادات هذه كيما البورنو الفيديو جيمز اللي نحكي عليهم في الفيديوهات الكل اللي نريقي الشيح. وصحيح راهو العادات هذيك باش تسكتها لك الاصوات هذيك، اما المده قصيره على الاخر، وراك قاعد تسرق من نفسك المستقبليه، تاخذ في قرض منها باش تندم عليه في المستقبل، ونفسيتك باش تزيد تتعب اكثر. دونك صلح النفسيه نتاعك. اول حاجه كيما قلنا نقص ولا نحي العادات الخايبه الكل، تلهي بروحك وحاول تعبي نهارك بحاجات مفيده. والنصيحه هذه سر صغير وباش نقولها لك، كان انت حاول تعمل الحاجات اللي كانت تفرحك وانت صغير، يمكن فريعه مع اصحابك، يمكن تكويره، يمكن تمشي للطبيعه، يمكن تمشي تعمل تبحيره. حاول تعمل حاجه واحده منهم كل جمعه ولا حتى مرتين في الجمعه، على خاطر كل انسان في داخله طفل صغير، ولازم الطفل الصغير ذاك تفرح باش تنجم تتعالج من داخل. والنقطه اللي تبدا منها مسيرتك هي نقطه صحيحه. التكنيك الرابعه واللي هي باش تعاونك تنقص من العاده، الجرادوال ديلود. هذه اقتبستها من البروجريسيف اوفرلود على الجيم. كانك ما تعرفش البروجريسيف اوفرلود، هو وقت اللي تبدا ترانا كل جمعه ولا كل سيونس تحاول تزيد في البوا ولا في الريبيتيسيون، باش هكاك تزيد الحمل على روحك والعضله نتاعك تكبر. بالنسبه للجرادوال ديلود هذا ولا التخفيف التدريجي، يعني حاول كل جمعه ولا جمعتين تنقص في عدد المرات اللي تعمل فيهم الحاجه ذي. مثلا الجمعتين الاولانيين تعمل فيها 5 ولا 10 مرات، الجمعتين الثانيين تعملها 7 مرات، من بعد 5 مرات، من بعد مرتين، من بعد 3، لين تولي مره واحده. وهاني باش نزيد نعاونك في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. واصلا كيما حكينا كنت تنقص مخك وتعبي نهارك وتصلح نفسيتك، الرغبه باش تبدا تقل وحدها. يا برو يا برو، اسمع نصيحه من عند اخوك. ممكن الكلام اللي قلته في الفيديو هذا الكل ما اقتنعتش به، وجيت تتفرج على جو كيكه ولا تضيع في وقتك، ممكن عندك فطور قدامك قاعد تاكل تعدي به في وقيت اللي يكمل فطورك، اما راهي الحاجه هذه باش تدمر لك حياتك بالرسمي. ديما يمشي في بالنا انه الحاجات اللي باش تهلك لنا حياتنا وتهدها لنا هي المصايب الكبيره، اما لا غلط. راهي الحاجات اللي باش تهلك لك حياتك هي كالحاجات الصغيره اللي ما تفيقش بها، اللي تمشي في الباك جراوند، كيما الفيروس بالضبط كي يبدا في البي سي نتاعك. التراكمات تبدا تتراكم بشويه بشويه لين يجي نهار وتلقى روحك لا قوه لا جهد قدامها. وقتك هذاك راهو ثمين، حتى توا صحيح ما عندكش قيمه من قيمتك تنجم تبناها. في بالك اللي فما ناس ساعه من وقتها تسوى مليون ونص، وفما ناس ساعه من وقتها تسوى 30 مليون، وما تبداش تضحك راني مانيش مفدلك ولا كذبه هذه جايبها، وكان مانكش مصدقها ولا ما تحبش تتحرك امورك، انا ما عندي ما نخسر. اما ديما حاول تخزر روحك لقدام. بعد 5 سنين حط روحك في النقطه ذيك، بعد 5 سنين واخزر بتوالي كيفاش باش تولي كان مازلت تعمل في الحاجات هذه كل يوم. ونتصور فما برشا اكزومبل وين دايرين بيك، ولاد حومتك الكبار ولا رجال تعرفهم وهكا كيفاش بسبب الغلط اللي عملوها وبقاو عايشين كان في الندم. تحب تعيش هكاكا؟ ما نتصورش. العالم تاعنا راهو تو تطور، وراك تنجم توصل لحاجات عظيمه بسهوله توا، مش كيما قبل. وانا ساعات نغلط راهو ونعمل الحاجه ذيك ولا نعمل حاجات اخرين ما همش باهيين، وساعات نبقى مع روحي هكا نقول تو انا عندي بزنس نجم نكبره، عندي بدني نجم نخدم عليه، عندي مخي نجم نطور ونطور افكاري. شنو هو الحاجه الوحيده اللي محبستني واللي جبل اللي يجي في مخي؟ ماهيش العباد، ماهيش تونس، ومش الشيطان. الحاجه الوحيده اللي تنجم تحبسني وتهدني هي روحي وهي افعالي. حاسيلو عايشكم على 1000 ابوني فقط في الميكرو قبيله شويه قص لي غصت لي عاودت شطر الفيديو. يرحم ليكم على 1000 ابوني، وان شاء الله من حسن الى احسن، وطلع البدر علينا ورمضانكم مبروك. ان شاء الله الفيديوهات الجايين باش نقدم لكم نصايح اكثر وفاليو اكثر، ومانيش نقلد في حمزه يهديك ربي. راني قلتها في اول فيديو، سرقت الانترو نتاعو نتاع جيفري وادونيس وبدلته صبري ولقمين، والقصص نتاع صبري ولقمين نجيب فيهم من مخي مانيش سارقهم يهديك ربي. بالنسبه للنصايح والقصص اللي نعطي فيها في الفيديوهات نتاعي راهي من التجربه نتاعي، فهمت يا بهيم؟ دونك كيما العاده هاني عملت لكم فورم تنجم تحكي لي فيها مشاكلك، تنجبك لهنا ولا على انستغرام، واصبر شويه مانيش نخدم عندك وان شاء الله نهارك زين.